عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي في الله، وحشتوني كتير كتير والله يا حبايب قلبي. النهاردة بقى يا حبايب قلبي جبت لكم طريقة الحمام. عبارة عن ايه بقى يا حبايب قلبي؟ لقيت كده عندي حمام اهوت في الفريزر، رحت مطلعاه، رحت جايباه منضفاه حلوة قوي قوي، وفتحت الزور بتاعه ونضفت كل حاجة فيه. بصوا شايفين، وورقته. طبعا ورقته للي ما يعرفش، ورقته ان انا مسكت ما بين صباعي كده ورحت ايه فاتحه الجلد اهو. فضلت بالراحه بالراحه، ولا بشوكه قصدي، ولا بسكينه، ولا باي حاجه خالص، بصباعك كده على خفيف او تفضلي تعملي كده 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 لغايه لما ايه تنضفيها وتفتحيها كده تورقيها يا حبايب قلبي. وبعدين جبت من عند الزور هنا، نضفت الزور بتاعنا الجميل ده. شايفين من جوه نظيف ازاي؟ نضفته خالص 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 من اي حصلات موجوده فيه، اي مثلا مطرح ما كان بياكل او حاجه، اكيد بابا مثلا في حاجه، فاحنا شلناها نضفناها حلو جدا جدا جدا. وغسلت الحمام بتاعنا ونضفته من اي زفاره. يلا نشوف بقى يا حبايب قلبي هنعمل الطريقه بتاعتنا ازاي. يلا خليكم معايا. اول حاجه يا حبايب قلبي هنزل بمعلقه سمنه او زبده على حسب ما تكون عندك، المتاح عندك عادي. ماشي يا حبايب قلبي، ونقطه زيت صغيره اهي. اوبا، مش مهم عادي، مش هيجرى حاجه. ماشي كده بقى يا حبايب قلبي اهو. اول ما ما يسيحوا كده هننزل ايه. ماشي يا حبايب قلبي، بالله عليكم ما تنسوا تدعموني، وما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب يا حبايب قلبي، ودعواتكم ليا كتير كتير بالله عليكم، اخواتي وحبايب قلبي في الله. كده انا مسكت بصلايه بشرطها اهي يا حبايب قلبي. ماشي، بصلايه كبيره كده. السمنه والزيت هم اتقدحوا، هنزل بقى بالبصلايه بتاعتنا الجميله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنخليها تدبل مش هتصفر، خليكم معايا واحده واحده كده عشان تعرفوا الطريقه بالظبط. ماشي اهي، نفضل نقلب شويه كده حلوين. احنا مش عايزين يصفر خالص، يعني ايه، بصوا نخليها تدبل شويه بسيط كده. وهنزل عليها بالكبد والقوانص بتاعه الحمام. طبعا انا جبتهم وغسلتهم اهم يا حبايب قلبي، وقطعتهم حتت صغيره، مش عارفه باينين ولا لا اهو. ماشي كده ايه دبلت يا حبايب قلبي البصلايه بتاعتنا اهي. ماشي، هنزل بقى بالكبد والقوانص بتوعنا الجمال اللي احنا عاملينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي يا حبايب قلبي اهو. هننزل بقى بالبهارات بتاعتنا الجميله كده. حطينا ثواني برضو هنزل عليها بالايه بالرز، بس هنحط التوابل بتاعتنا، خليكم معايا. هننزل بمعلقه فلفل كبيره، الحمام بيحب الفلفل. ماشي يا حبايب قلبي، اقلب كده ثواني عشان ما تتحرقش مننا. وهنحط حبه كمون صغيرين اهو، والملح بتاعنا. وهننزل ببابريكا، وهننزل بمعلقه قرفه خرافه. بتدي للحمام ريحه وطعم جميل جدا. هنزل بقى بالرز بتاعنا الجميل.
الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا غسلناه صفيناه من الميه بتاعتنا اهو. نقلب بقى كله كده في بعضه. ريحته فظيعه. كده هننزل بالميه بتاعتنا. اهم حاجه ما تغطيش الرز عشان احنا عايزينه نص سوا اهو. بس كده اهو شايفينه اهو. ثواني وهنبص نلاقيها الميه اتشربت وهنروح طافيين عليه وسايبينها لما تبرد. اول ما يبرد بقى نبتدي نعبي في الايه الحمام بتاعنا الجميل كده يا حبايب قلبي. ثواني كده اول ما الميه تتشرب. خليكم معايا يا حبايبي. كده بقى يا حبايب قلبي شايفين ما بقاش فيها ميه خالص. هنطفي عليها العين وهنستنى عليه لما يبرد وبعد كده نعبي الحمام. خليكم معايا يا حبايب قلبي. يا حبايب قلبي بعد ما الرز بتاعنا كله شايفين برد خالص، عايزينه بارد خالص خالص اهو. ماشي يا حبايب قلبي، يلا بقى نعبي الرز بتاعنا في الحمام. كده القوانص بالرز بكله. انا غاسله ايدي طبعا عشان اعرف اعبي اهو يا حبايب قلبي. هنعبي كده من جوه الاول اهو. ماشي يا حبايب قلبي، يا رب تكون الصوره واضحه قدامكم اهو. وهنعبي بقى كده مطرح الجلد واللحم بتاعنا اهو. الرز ده بيبقى طعمه جميل جدا جدا جدا. بصوا ريحوه كده اهو، ريحوه اهو. عشان ما يتفتحش منك واحنا بنسلقه اهو. شايفين؟ اعملوا كده لغايه لما نلاقي نفسنا بصوا اهو حاسين ان ايه اتملى، لا لسه فيه شويه اهو يا حبايبي. طبعا احنا عاملين الكبد والقوانص في قلبيها. كفايه كده بقى عشان ما ايه متعملش مننا. هنشيل طبعا حبه دولت نحطهم هنا. ماشي يا حبايب قلبي. شايفين ادي واحده رجل اهي هنحطها هنا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي يا حبايبي رجل واحده بس اللي هندخلها من ناحيه واحده. ماشي اهي. شايفين الرجل التانية ما ينفعش تخش هنا لانها لو دخلت هنا الجلد هتتقطع اهي يا حبايب قلبي. شايفين؟ هنروح منزلينها من تحت كده من تحت الرجل التانية اهي وهنقفلها خالص كده اهي. شايفين؟ بس عشان الرز بتاعنا ما يطلعش. طبعا هنيجي من عند الزور هنا برضو هنملى حبة رز صغيرين مش كتير برضو، بيدي طعم جميل قوي اهو. برضو هنريحها خالص كده عشان ما تفتحش مننا بس كده اهو. ماشي يا حبايب قلبي. ادي الحماميه بتاعتنا بعد ما اتحشت من الرز. ماشي خليكم معايا بقى قبل ما اكمل كله يا حبايب قلبي عشان انتوا كده شفتوا عشان ما اطولش عليكم الفيديو. خليكم معايا كده بقى يا حبايب قلبي. جبت حله ورحت حاطه فيها الميه بتاعتنا اللي هنغلي فيها الحمام وهنزل معانا حبهان ورق لوري اهو. ماشي يا حبايب قلبي. وهنزل ببصلايه. يبقى جبنا حله وحطينا فيها ميه وحطينا فيها ورق لوري وحبهان وبصلايه. ماشي يا حبايب قلبي. هنسيبها تغلي واول ما تغلي هننزل بالحمام. خليكم معايا يا حبايب قلبي. كده بقى يا حبايب قلبي الميه بتاعتنا غليت. انا جبت ورق زبده ورحت عامله فيه الحمام بتاعنا عشان ما فيش حاجه تقع في الميه اهي يا حبايب قلبي. شايفين
اهو ماشي. بس وهنسيبه بقى كده 10 دقايق على الناحيه دي و10 دقايق على الناحيه التانية، وبعدين هنطلعه. خليكم معايا. جبت حله وحطيت فيها الزيت بتاعنا الغزير، وهنزل بقى بعد ما قدح الزيت اهوت بالحمام بتاعنا عشان يتحمر يا حبايب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحه كده، خلي بالكم الزيت عشان بيبقى حامي جدا. ماشي كده يا حبايب قلبي. هحمره وهوريه لكم بعد ما يخلص خالص يا حبايب قلبي، عشان انا هغطيه عشان عمال يطرطش دلوقتي. خليكم معايا بقى يا حبايبي، هوريكم في الاخر. وبكده بقى يا حبايب قلبي الاكل بتاعنا بعد ما حمرته اهوت. ادي الحمام بتاعنا اللي حمرته الجميل، شايفين شكله يفتح النفس ازاي. وادي الملوخيه بتاعتنا يا حبايب قلبي، دي كانت عندي في التلاجة فانا سخنتها بس. وادي الرز والكبد والقوانص اللي انا كنت موريها لكم يا حبايب قلبي. بقيت الحمام. وادي المخلل بتاعنا عباره عن لفت، انا برضو مخللاه على القناه وشوفوه، والليمون والزيتون وبشوفوهم يا حبايب قلبي. ان شاء الله الطريقه تعجبكم وتكون سهله وبسيطه وما كنتش طولت عليكم الفيديو اكتر من كده يا حبايب قلبي. وبالله عليكم ما تنسوا تدعموني، وما تنسوش تدعولي واللايك والشير وسبسكرايب يا حبايب قلبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي في الله.